يا سلام. والشركات دي بقى بتشتغل في الحديد الخام ولا بتشتغل في الخردة زينا؟ اكسكيوز مي حاج. نزيرة، يعني ايه خردة؟ جانك. يا فهمت. ايوه مستر حاج، كده مظبوط تمام، بيشتغلوا زيك تمام، بس هم بيشتغلوا بنيو ماشينز، مكن جديد، مكن متطور. انا يا بنتي نفس الحكاية، مفيش فرق الحمد لله. انا المكن اللي عندي مكن جديد برضه. يا مستر حاج، لو عايز كتالوج كتير انا ممكن اجيب حضرتك. عندي كتالوجات؟ it's so easy. انا ممكن اكتب لهم، هم ابعتوا. انت عرفتي الكلام ده كله منين يا امينه؟ نزيرة، لما كنت أنا في أمريكا كنت أحب أروح أزور مصانع كتير عشان الأخو ماما كان يشتغل في مصنع كبير. بس انت مهتميه بالحاجات دي قوي كده ليه؟ شاطرة، عايزة تعرف كل حاجة، مش خايبة زيكم. بابا مش قدام الاجانب. بليز مستر حاج، ممكن أنا أروح مصنع أزور مصنع حضرتك؟ تنوري. ثانكس. انت في اي وقت تحبي تيجي قولي بس واحنا نبعت لك العربية كمان. ايه ده انت لسه قاعد بهدومك؟ ده انت عمرك ما عملتها. يلا الاكل جاهز، اتفضل. يلا يا ولاد يلا نتعشى، ابدا يا اخواتك يلا. ثانكس. ايوه اتكلمنا في حكايه شغل عبد الوهاب، هتحاول تزقه على الشغل. تصوري هتخليه يجي يشتغل معايا. هي قالت لك كده؟ ايه مش مصدقه؟ لا مصدقه، ادام هي قالت كده يبقى كلامها صح. اصل يعني انا ملاحظه حاجه كده مفوره دمي. ايه لاحظتي ايه؟ ملاحظه ان الكلمه كلمتها والشوره شورتها. ده دخلت اوضه الواد بقت تقول له شيل دي واعمل دي، واقول لها حاضر حاضر. ده حقها يا فاطمه. حقها تاتها كسر حقها. ده البنت من جبروتها عايزه تنام على السرير وتنيم الواد على السرير. ده انا هبيت فيها كنت هاكلها. دي حياتهم واحنا ملناش دعوه بيها. بعدين تعالي هنا، اما جينا نتجوز مش قلت لك الشقه اهي، هاتي اللي انت عايزاه وافرشيها زي ما تحبي. شفت؟ انت اللي قلت، نطقتش انا بقى. دي الاصول يا فاطمه وما حدش يزعل من الاصول. يعني انت شايف ايه؟ انا مع الحق. مش معنى دي يعني اللي عايزه تعملي عليها حما ومشمعه لها الفتله. ما انت بتدلعي جواز بناتك ومش عارفه تعملي لهم ايه ولا ايه؟ عشان ده ابني اللي ما حلتيش في الدنيا الا هو، عايزاه يبقى زيك. اشمعنى انت الكلمه كلمتك والشوره شورتك؟ جريه وليه هتنقي؟ والله العظيم. ومين عارف، مش يمكن دي اللي تصلح حاله. ما بقاش الا الخواجات كمان اللي هيصلحوا حالنا. حسين، تليفون علشانك. سوزان. مش عايز اتكلم حاجه. يا ابني دي طلبتك 3 مرات. معلش يا ماما مش عايز اكلمها. انت ايه حكايتك النهارده يا حسين؟ نازل فيا اسئله من ساعه ما جيت على النظيره. خيريه، انا عايز اعرف عنها كل حاجه. المفروض تكون عارفها اكتر مني، دي اخت صاحبك. للاسف انا ما اعرفش غير عبد الوهاب، لكن اخواته وعيلته اي حد تاني ممكن يعرفهم اكتر مني. انت معجب بيها؟ لسه مش قادر احدد. يعني فيه اهتمام من ناحيتك؟ ما اقدرش انكر. طب وهي؟ ما اعرفش، ما انا ما قابلتهاش غير 3 مرات بس. خلاص حاول تعرفها اكتر. ازاي؟ يعني قابلها واتكلم معاها. ما هي دي المشكله. مشكله ايه؟ دي حاجه بسيطه خالص. شفتي؟ اهو انت بتقولي حاجه بسيطه، لكن دي بقى اصعب حاجه ممكن اعملها. ابسط سؤال، هقابلها ازاي وفين؟ فين؟ في النادي، في الكليه، ممكن تقابلها هنا عندي. لا يا خيريه، انا عايز المسائل تبقى طبيعيه، مش عايزها تحس ان انا اللي مرتبها. ودي تفرق في ايه؟
مش جايز هي ما عندهاش فكره؟ ما هي لو حست انك انت عاوز تشوفها اكيد هيبقى عندها فكره. طب وبعدين؟ لا بعدين بقى دي تتوقف عليك وعليه. امال بيقولوا عليك مقطع السمكه وديلها ازاي؟ قوي. يعني وقعت وما حد سمع عليك. اهلا، ازيك يا حسين؟ اخبارك ايه؟ اخباري ما تسرش. ليه؟ ايه اللي حصل؟ بتدوري على مين؟ حسين، ازيك يا حسين؟ ازيك يا نظير؟ ابدا، كنت بشوف ناس صحابي بس واضح انهم لسه ما جوش. طيب لو ما عندكيش مانع تقدري تستنيهم معايا. لا ما عنديش مانع. قولي لي يا نظيره، انت بتيجي النادي كتير؟ ساعات. يبقى النهارده بقى من حسن حظي. ليه؟ يعني بصراحه كده كنت عايز اشوفك. خير؟ في حاجه؟ طبعا في سببين. سبب منهم انا عارفه كويس، بس السبب التاني لسه ما عرفتوش، او على الاقل مش قادر اعبر عنه. خلاص يا سيدي، سيبك من السبب اللي انت مش عارفه وقول لي السبب اللي انت عارفه. شوفي يا ستي، السبب اللي انا عارفه كويس انك وحشتيني. لكن وحشتيني ليه؟ هو ده بقى السبب اللي انا لسه ما عرفتوش. ياه، ده واضح انها مشكله ومشكله كبيره قوي. انت شايفاها كده؟ بالعكس، انا انسانه صريحه وعارفه حقيقه شعوري. نظيرة، ممكن اسالك سؤال من غير ما تتضايقي؟ اذا كنت شايف ان السؤال دوت هيضايقني بلاش منه. نظيرة، السؤال ده يتوقف عليه حاجات كتير. لو انت شايف كده يبقى لازم تسالهوني. حقيقي يعني النهارده انت كان في ميعاد بينك وبين صحابك؟ لا ازقك انا علشان ايه تعرفي تجاوبي كويس. اتفضلي. هو فعلا كان في ميعاد، بس مش عارفه ليه انا جيت بدري. يعني اقدر اقول ان الاحساس اللي عندي هو نفس الاحساس اللي عندك. احساس ايه بقى بالظبط؟ بصي بقى يا نظيرة، انا انسان دغري وطبيعي وتلقائي، واللي في قلبي على لساني. انا من ساعه ما شفتك وانا بفكر فيكي. انا اسف جدا اذا كنت قلت لك الكلام ده. هدي نفسك، في ايه؟ ما هو من حق كل انسان انه يعبر عن عواطفه زي ما هو عايز، المهم انه ما يضايقش اي انسان تاني. يعني انت ما اتضايقتيش؟ انا لو كنت اتضايقت كان زماني مشيت وسبتك واقف لوحدك. طيب يعني من غير بس ما تدوسيني. تعال. يعني لو حبيت اشوفك تاني اشوفك ازاي؟ قول لي، انت انسان قوي ولا ضعيف؟ والله بقى انت شايفه ايه يعني؟ تقصدي ايه؟ هقول لك يا سيدي، لو انت انسان قوي هتسيبني لحد ما انا اتصل بيك وانت مش هتتصل بيا. اما بقى لو لقيتك انسان ضعيف هتتصل بيا انت من غير ما اتصل بيك. ايوه بس انت عارفه ان انا ما اقدرش اكلمك في البيت. تقدر تكلمني عن طريق الدكتوره خيريه. على العموم انا هديلك كل نمر تليفوناتي. وانا هستنى تليفون من الدكتوره خيريه. قول لي، انت قوي ولا ضعيف؟ لا، في حجمك انت ابقى قوي جدا. مع السلامه. ماما، كنت بتكلمي مين؟ دي خالتك. طيب انا ما جاليش مكالمات. ايوه فكرتيني، سوزان اتصلت بيك وبتقولك زعلانه منك علشان ما بتحاولش تتصل بيها. مفيش حد تاني كلمني؟ سامية كلمت وبتقولك نمرة تليفونها اتغيرت وسابت لك نمرتها الجديدة. يا ماما سيبك من كل دول. انا ما جاليش مكالمات تانية. يا ابني مش معقول، ده انت عايز لك سكرتير علشان مكالماتك دي. فهمني، هتفضل على الحال ده لامتى؟ حل ايه بس يا ماما؟ حال ايه؟ تعرف دي وتسيب دي. فهمني، ايه اخرتها؟ اخرتها ان الاقي الانسانه اللي ما اقدرش اسيبها، وساعتها هبقى عايز اسمع صوتها في التليفون كل يوم. خلاص شد حيلك وربنا يديها لك. يا سلام بالسهوله دي. يعني انت يا ماما فاكراني هنزل الشارع كده اقوم الاقيها فجاه؟ دي ساعات يا ماما تبقى جنب الواحد ومش حاسس بيها. بس انا مش شايفه واحده جنبك ما انتش حاسس بيها. ده انت بسم الله ما شاء الله كل اللي حوالينا حاسس بيهم. طب ايه رايك بقى يا ماما ان فعلا كان في واحده جنبي ما كنتش اعرف عنها حاجه؟ يمكن علشان ما كنتش بشوفها. ها؟ مين دي؟ لا مش على طول كده. اشمعنى دي بقى اللي مش راضي تكلمني عليها؟ لسه يا ماما لما اتاكد منها الاول.
تبقى هي دي بقى اللي ملخبطاك اليومين دول. انت يعني شايفه ان انا متلخبط؟ يعني ما انتش حاسس بكده؟ مش عارف بقى يا ماما. على العموم انا لو سمعت صوتها هبقى اسعد مخلوق في الدنيا. يا ابني ما انت دايما بتقول الكلام ده وبعدين تعمل ودن من طين وودن من عجين وتبقى مش طايق تسمع صوتها. لا 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 لا، المره دي حاجه تانية خالص. معقوله؟ اعرفها؟ يعني تعرفيها وما تعرفيهاش. الله، فزوره دي بقى ولا ايه؟ فعلا فعلا يا ماما هي الفزوره، بس مش هيحلها الا التليفون. اصل انا كنت بكلم الدكتوره خيريه. طب ما انت النهارده كنت معاها في الجامعه. ما انا كنت معاها في الجامعه. اصلها قالت لنا نقرا كتاب وانا نسيت اسمه. طب ما تطلبيها، مستنيه ايه؟ لا بقى، ما انا لقيتها مشغوله. ايه؟ مش هتطلبيها؟ لا، اصل انا عندي بحث لازم اخلصه. عن اذنك. تحبي اكلمها لك انا؟ لا، وقت تاني ابقى انا اكلمها. بطوط، انا بحبك. انا كمان بحبك اكتر، بس هاتي من الاخر. انا عايزه تليفون. اصادق اهو. لا، انا عايزه تليفون في اوضتي. اشمعنى انت يعني اللي دونا عن اخواتك كلهم اللي عايزه تليفون في اوضتك؟ عشان انا محتاجه له جدا يا ماما، جدا. ساعات ببقى عايزه اسال صحابي على حاجات مهمه، وكمان عشان اكلم الدكتوره خيريه. ما جراش حاجه، ابقي اتكلمي من هنا. ما هو ما ينفعش اتكلم من هنا. يا عدم نفعه بقى، هو ده مش تليفون والتانيين تليفونات؟ تليفون بس. يا ماما ببقى عايزه اتكلم بالليل وانتوا بصراحه بقى بتبقوا نايمين. وانت يا اختي ايه اللي زنقك تتكلمي بالليل واحنا نايمين؟ عشان اسال صحابي، اسالهم على حاجات مهمه في المذاكره، وبعدين كلهم بيعملوا كده. انا ما اعرفش، انا بقى في كلهم بيعملوا كده ماليش في الكلام ده. اما يجي ابوكي بتفهمي معاه. ابويا؟ لا، ما انت عارفه بابا ممكن يرفض. من امتى يا اختي؟ ده انت دلعتوا ام لسانيه. انا قلت مفيش تليفون هيركب في اوضه اي واحده منكم. بس انا محتاجه له ضروري جدا يا بابا. خلاص، يبقى اتكلمي من التليفون اللي في اوضه اخوكي. اتكلم في تليفون عبد الوهاب ازاي بس؟ زي كل الناس، ارفعي السماعه ودوري القرص، مش هو تليفون زي كل التليفونات. مش قصدي يا بابا، بس عبد الوهاب كلها كام يوم ويتجوز ويجيب مراته، هفضل انا اضايقهم كل شويه. ايوه صحيح. ايه اللي تتكلم في تليفون عبد الوهاب ده؟ يعني تخش عليه هو ومراته كل شويه؟ وانا ما عنديش بنات تتكلم في التليفونات في نصاص العيال. يعني انا هكلم مين يا بابا؟ هكلم زمايلي، هكلم الدكتوره خيريه. ان شاء الله هتكوني اتكلمي الجن الازرق. انا قلت مفيش تليفونات. انا عايزه افهم بقى، اشمعنى السنه دي اللي عايزه تركبي تليفون في اوضتك؟ سامع يا بابا؟ ايوه حقيقي، ما كنا بنذاكر يعني زينا زيك، ما كناش بنرغي في التليفونات ليه؟ انت قصدك ايه؟ خلاص بقى منك لها، الموضوع ده انتهى خلاص. خلاص يا بابا، بس لما ابقى اسقط ما تبقاش تزعل. هتسقطي لنفسك، هتنجحي لنفسك، وبعدين التليفون هو اللي هينجحك. ايوه. الو. ايوه. نقول مين يا فندم؟ طيب دقيقه واحده حبيبتي. حسين تليفون علشانك يا حسين. ايوه يا ماما، ايوه. مين؟ واحده اسمها نظيره. مين؟ نظيره. نظيره. مين دي يا حسين؟ بعدين يا ماما هتعرفي. الو. يا ماما. ايوه يا نظيره. قولي لي انت بتتكلمي منين؟ من الشارع؟
معقولة؟ عبد الوهاب هيتجوز يوم الخميس؟ طب بقول لك ايه يا نظيرة؟ هشوفك ازاي؟ تعرف انك وحشتني قوي؟ تعرف ان انت سبب في الوحشه دي؟ بقالك 5 ايام ما كلمتنيش في التليفون. ليه بقى؟ كنت فاكره اني مش قوي؟ كنت عايزه اعرف مين فينا اقوى من التاني لحد ما اتاكدت انك قوي وخليتني انا اللي اكلمك. طيب ايه رايك بقى دلوقتي نتفق على يوم تيجي تشوفي فيه المكتب بتاعي عشان تبقي عارفه عني كل حاجه. صباح الخير. صباح النور يا حاج. قول لي يا خضير، ما تعرفش وكالة محفوظ سردينة مقفولة ليه؟ اسالك يا حاج. أنا خايف ده الراجل يكون عيان ولا حاجة، ده مهما كان نسيبنا وكلنا مع بعض عيش وملح. اطلبه في البيت بس ما تقولش أنت مين. اطلبه في انهي بيت يا حاج؟ جريه يا هلا، في بيت المهندسين عند الست لولا. بس انا سامع ان هو اليومين دول عند ست فوزيه. ايه ده؟ معقول؟ معقول محفوظ يقدر يبعد عن لولا؟ ما هم متخانقين يا حاج. يا سلام، وانت بقى عرفت الكلام ده منين؟ هو في حاجه بتستخبى في الوكاله؟ استرها معانا يا رب. طيب اطلبه عشان نطمن عليه. حاضر. صباح الخير يا معلم. صباح الفل. الو، ممكن اكلم محفوظ بيه؟ شركه النيل للسباكه. ايه؟ مسافر بره؟ ويرجع امتى ان شاء الله؟ متشكرين قوي. وده مسافر بره يهبب ايه؟ ليه زي ما انت قلت يا حاج، تعبان شويه ومسافر بره علشان يحلل. اصل كل واحد اليومين دول يتعب يسافر بره علشان يحلل. كل شيء جايز. وقال يا خبر النهارده بفلوس بكره يبقى ببلاش. انت جبت المكتب ده منين؟ المكتب ده كان بتاع عمي واداهولي. اتفضلي. اهلا يا باشمهندس. باين عليك ما بتجيش هنا خالص. تقريبا واضح. اتفضلي. 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 تعرفي يا نظيره، فعلا جايز ما كنتش باجي هنا كتير، بس ده لان مفيش دافع اعمل اي حاجه. طب انت ليه خدت المكتب ده من عمك؟ اقول لك، لان في شبان كتير لما بيتخرجوا بيبقى عندهم احلام وطموحات. انا بقى واحد منهم، لكن الوظيفه قتلت كل ده. طب ما انت ممكن تحيي امالك من جديد. افتكر ان دلوقتي ممكن. اشمعنى دلوقتي وليه مش قبل كده؟ لاني لقيت الدافع. تيرارارارارارا. ده كلام روايات، انا بكره كلام الروايات. بتكرهي كلام الروايات؟ ايوه. خلاص نقلب الصفحه. حضرتك تحبي تاخدي ايه؟ عندنا قهوه، شاي، جنزبيل، قرفه. بس انا لما ابقى عايزه حاجه هقوم اخدها بنفسي. خلاص براحتك. انا بس كنت خايف تقولي عليا بخيل ولا حاجه. انت بخيل على نفسك. يعني ايه؟ يعني مش عايز تعمل لنفسك كيان. ما قلت لك خلاص يا نظير، انا لقيت الدافع. ايه؟ من غير ها؟ اسمعني يا حسين، انا مش عايزاك تكون زي شبان كتير غيرك ما بيحاولوش يعملوا لنفسهم شخصيه وكيان الا لو في واحده وراهم. هم مش بيقولوا وراء كل عظيم امراه تهد ما بناه؟ ايه؟ لا ما اقصدش، انا بهزر. مش بيقولوا وراء كل رجل عظيم امراه. انا بقى مش مقتنعه بالكلام ده. ليه الواحد ما يبقالوش شخصيته المستقله من غير ما اي حد يكون وراه؟ يعني تقدري تقولي انه نوع من الكسل، او لان مفيش هدف محدد. انا رايي ان الطموح ده طبيعه. انا مثلا دخلت الجامعه، كان ممكن قوي اكتفي بالثانويه العامه واتجوز واقعد في البيت زي ما اخواتي كلهم عملوا، لكن هم وارثين طبع ماما، طبع الست القدريه، الست البسيطه المستسلمه لقدرها. انا بقى وارثه طبيعه بابا، عشان كده انا مصره وهفضل اصر طول عمري اني اوصل للي انا عايزاه. ياه، ده انت مشكله كبيره قوي يا نظيره.
عايزه تبقي زي والدك كده مره واحده؟ يا سلام، وليه لا؟ والدك ده معجزه بشريه، استثناء من قاعده. بابا هو اللي صنع المعجزه، مش المعجزه اللي صنعته. تعرفي يا نظيره ان كلامك مظبوط. اروح انا بقى. يلا. يلا على فين؟ ايه هنروح بقى؟ تروح ايه؟ انت تقعد تشوف شغلك. عارفه انا فعلا كان عندي شويه حاجات مخططها كده زمان. يا ريت اقعد شوفها بقى، يمكن ربنا يفتح عليك. باي باي. باي باي يا نظيره. الو، اهلا، ازيك يا حسين؟ انت فين يا ابني؟ مختفي فين اليومين دول؟ طب بقول لك ايه، ما تنساش بقى الميعاد بتاع بكره بتاع الشهر العقاري. ايوه، عشان نكتب الكتاب. ايه؟ مين اللي قالك؟ هيكون مين يعني يا عبد الوهاب؟ خيريه طبعا. على العموم يا سيدي مبروك مقدما. ايه؟ اشهد على العقد؟ ده شرف كبير يا عبد الوهاب، انت عارف انا ما عنديش اعز منك. الساعه كام؟ خلاص هعدي عليك. ربنا يتمم بخير. مع السلامه. مع السلامه يا عبد الوهاب. مين ده اللي هيتجوز يا حسين؟ ده عبد الوهاب يا ماما. يعني ما عزمناش. مش لما يعزم والده ووالدته الاول؟ خلاص نويت؟ ايوه يا ماما، بكره ان شاء الله. برضه مصر انك تروح لوحدك؟ ما انا قلت لك يا ماما، احنا مش عاملين اي حاجه. حاجة ايه يا ابني اللي انتوا عاملينها؟ هو انا مش من حق افرح بيك؟ ليه يا ماما؟ هو انت مش فرحانه؟ افرح ازاي يا عبد الوهاب؟ عايزني افرح ووحيد اللي طلعت من الدنيا بيه هيتجوز كده سكتي يا ابني؟ طب اكلم لك ابوك. ماما لو سمحتي اوعي تكلميه. ليه يا حبيبي؟ ليه يا ابني؟ ده ابوك، انت بتعمل كده ليه بينك وبينه يا حبيبي؟ معلش يا ماما، انا كده مستريح. مستريح ازاي يا عبد الوهاب؟ عايز تروح يا ابني فرحك متزعزع لوحدك كده بطولك؟ يقولوا عليك ايه؟ مقطوع من شجره. مين دول اللي هيقولوا يا ماما؟ ده مفيش غيري انا وحسين والدكتور مؤنس ومراته واخت نظيره. واشمعنى نظيره اللي هتاخدها معاك؟ الباقيين دول مش اخواتك؟ اكملني نظيره يعني تعرفهم كويس وحضرت الموضوع من الاول. طب خد ابوك معاك، اوعى وقت تكون مستعر منه. ماما لو سمحت بلاش الكلام ده، انا خلاص قررت. قررت ده ايه يا ابو قررت؟ اقول لك انت حر، بس خلي بالك يا عبد الوهاب، اللي بتعمله ده ما يرضيش ربنا يا ابني. انت هتروح وانا قلبي غضبان عليك. بكره تعرف كلام امك ده. تسلم ايدك. روح انت، كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه يا سيد. بس انت طول عمرك تعرف الاصول يا حاج. يعني ايه يتجوز من غير ما ياخد اهله معاه؟ دي حتى نفيسه زعلانه قوي يا حاج. طبعا عندها حق، مش اخته وعايزه تفرح باخوها. بقول لكم ايه، سيبونا كلام في الموضوع ده وخلينا نشوف شغلنا. انما هو ما كتبش ليه كتب الكتاب عندكم في البيت؟ وبعدين معاك يا سيد، انا مش عايز كلمه زياده في الموضوع ده. ماشي يا حاج. قول يا خضير. ايوه يا حاج. عملت ايه في المزاد بتاع شركه مستورد؟ رحت النهارده ودفعت التأمين. عال. عرفت مين داخل قدامنا؟ بكره ان شاء الله يا حاج هجيب لك كل الاسماء. اسمع، احنا عايزين ندرس المزاد ده كويس قوي، تفتح عينيك كده وتفنجلها، مش عايز المزاد ده يضيع مننا. طمن يا حاج. اتكل على الله انت. الو، يا فاطمه. لا اله الا الله، لسه بتعيطي؟ خلاص نصيبنا كده.
اسمعيني بس. انا عايزك توضبي لهم القطين كويس قوي، وتعملي حسابهم في عشاء ليهم لوحديهم تحطوه لهم في اوضتهم. ايوه، عشان لما يرجعوا بالليل متاخرين يلاقوا لقمه ياكلوها. انت عايزه حاجه؟ طيب مع السلامه. الو الو الو. يا فاطمه، كويس انك معايا. اسمعي، مش عايزك تعيطي قصاد العيال ولا حتى تبيني انك زعلانه. طبعا المفروض انك فرحانه عشان النهارده ابنك بيتجوز. سامعاني يا فاطمه؟ طب مع السلامه انت. انتوا مالكوا قاعدين كده ليه؟ يلا يا نظيره. عبد الوهاب، ايوه يا ماما. خد دول خليهم معاك. لا يا ماما انا مش محتاج. خد ما توجعش قلبك. معلش يا ماما لو سمحتي. يلا يا نظيره. ليه يا ابني كده اخصى عليك؟ طيب يا جماعه، دلوقتي انا بقى بصفتي شاهد على العقد، ممكن اعرف انا ايه اختصاصاتي بعد كده؟ انا اقول لك يا حسين اختصاصاتك. اولا لازم تكون حمامه سلام، يعني تنهي اي خلاف لا قدر الله. يا اخي لا قدر الله. ثانيا تقدر تحل اي خلاف يحصل، والا تبقى شهادتك باطله او شهاده مزوره. فهمت؟ ليه بقى؟ هو انا مغسل وضامن الجنه؟ المفروض انك شاهد، يعني عارف ان الجوازه دي جوازه ناجحه. على كده بقى دي توريطه. يا عيال، انت يا بت انت وهي حد يرد على التليفون. يا ثانية، يا بهيرة، يا دي الغلب عليا وعلى سنين. نعم. حد يرد على التليفون لو كنت فوقي عايز حاجة، ايدي مش فاضي. حاضر. يا ترى عامل ايه يا عبد الوهاب يا ابني دلوقتي؟ يعني هيكون عامل ايه يا ماما؟ زمانه بيكتب الكتاب واخر انبساط. مش عارفة اعمل لهم ايه، اعمل لهم رز بلبن ولا اعمل لهم مهلبية ولا اعمل لهم ايه، مانيش عارفة. ايه يا ماما ده؟ هو في عرسان ياكلوا رز بلبن ليلة فرحهم؟ ايه يا اختي؟ اذا كان ابوك الحاج عبد الغفور البرعي بجلالة قدره وليلة فرح واكل رز بلبن. يا ماما يا حبيبتي، الكلام ده كان على ايامكم، دلوقتي العرسان بيجيبوا لهم تورته. بس يا بنت بلا قلة قيمة. مين يا ثانية؟ ده ابويا. ولما هو ابوك يا اختي ما ندهتليش ليه؟ كان عنده شغل، وبعدين هو بيسأل عبد الوهاب راح ولا لسه؟ يعني عليك يا عبده، هيتجنن على ابنه. قال على رأي المثل، قلبي على ولدي اتفطر وقلب ولدي عليا حجر. ما قلتليش ليه يا اختي جبت تورتايه عشان الميله تستريح؟ ايه الشربات؟ ألف مبروك. عقبالك يا حسين. شربات العريس. اتفضل يا عريس. متشكر يا دكتور. تسمعوا تقولي لي بقى تتناقشوا في ايه؟ ده وقته؟ انا ماليش دعوه، ابن خالك هو اللي نكشني. مش كده يا عريس؟ على فكره يا جماعه، كلامكم ده بيلغي شخصيتنا خالص. احنا اصحاب القرار. اما بقى بالنسبه للاجراءات فلازم لها شهود، ودي مش مشكلتنا. طب بذمتك يا موت، بذمتك انت فاكر مين اللي شاهد على عقد جوازك؟ اللي حقيقي مين اللي شاهد على جوازنا الخيريه؟ بصراحة مش فاكرة. طلعت مش عارفه. عرفتم بقى المهم قوي الجوهر مش الشكل. وانت بقى يا نظير رايك ايه في الموضوع ده؟ بتفكرني بمسرحية قريتها لشكسبير اسمها جعجعة بلا طحن. قريتها؟ نظيرة خفي عن حسين، حسين ملوش في الأدب. لا انا طول عمري اعرف ان الادب فضلوا على العلم. عبد الوهاب هما اتكلموا ولا ايه؟
بيتكلموا في الادب. طيب يا جماعه، ايه رايكم في المثل اللي بيقول العروسه للعريس والجري للمتاعيس؟ اللي على راسه بطحه بقى يحسس عليها. كده برضو يا خيريه؟ طيب اذا كان كده بقى يبقى انا لازم اجري دلوقتي. الف مبروك يا جماعه، ولا عايزيني كمان اوصلكم العيش الزوجيه؟ لا خلي عنك، انا ومؤنس هنوصلها. طبعا، ما انت بقيتي دلوقتي. ولا بلاش احسن انت بتزعلي. مبروك يا امين. شكرا. الف مبروك يا عبد الوهاب. الله يبارك فيك يا حسين. ودلوقتي يا جماعه بقى بصفتي انا المدعوس الوحيد اللي فيكم لازم امشي دلوقتي. انا كمان لازم امشي. تروح لوحدك؟ انت فاكرني قليل الذوق ولا ايه؟ مش انا اللي جايبكم برضه؟ ولا يعني علشان بقيت مدعوس؟ اتفضل. الف مبروك يا جماعه. مع السلامه يا عبد الوهاب. تفتكر عبد الوهاب اخويا لاحظ حاجه؟ وحتى لو لاحظ ايه المشكله؟ ما انت عارف عبد الوهاب وتفكيره. هو حر في تفكيره ويفكر زي ما هو عايز، بس مش من حقه انه يفرض تفكيره ده على اي حد. ولا انت مش معايا؟ انا معاك، والا ما كنتش نزلت معاك وسبتهم. انت خايفه من ايه؟ انا مش خايفه، كل الموضوع اني بحب احافظ على مشاعر غيري. نظيره، احنا ما بنعملش حاجه غلط. افهم من كده انك عمرك ما عملت حاجه غلط؟ يعني بس بصراحه انا احبك تسمعيها مني احسن ما تعرفيها من حد تاني. ببساطه كده؟ انت مش عايزه الصراحه؟ يعني هتقولي على كل حاجه؟ يهمك الماضي بس ما احبش اني اكون جزء منه. انت المسؤوله. يعني ايه؟ يعني ممكن تبقي جزء منه وممكن تبقي الحاضر. مش شايف انك مغرور قوي؟ بصراحه معذور. ليه بقى؟ يعني في برضه واحد تبقى واقفه جنبه بنوته زي القمر كده وما يبقاش مغرور. بس تعرف عاجبني. بقول لك ايه، انت هتروحي فين دلوقتي؟ البيت طبعا. بيتي ولا بيتك؟ هنهزر؟ لا والله ابدا، انا بس كنت عايز اخلي ماما وبابا يشوفوك. يا سلام، ليه بقى فرجه؟ لا، كنت عايز اعرفهم ان ابنهم ذوقه حلو. وقبل كده ما كانوش يعرفوا ان ابنهم ذوق حلو؟ لا، قبل كده بصراحه انا ما كنتش مقتنع. اشمعنى؟ اهو. طب يلا بقى لحسن انا اتاخرت قوي. اتفضلي. ميرسي. قولي لي الاول، هشوفك امتى؟ هكلمك في التليفون واقول. عارفه يا نظيره، انا حاسس ان انا بقيت انسان تاني خالص. شكرا. شكرا يا ماما. عقبالك يا حسين. ايوه يا ماما، ادعي لي بقلب كده. الله، اول مره اسمعك تقولها بالحماس ده. اعمل ايه بقى يا بابا، مش بايدي. امال بايد مين؟ ماما بقى تقول لحضرتك. ايه الحكايه؟ انتوا مخبيين عليا حاجه ولا ايه؟ انا ما كنتش عايزه انطق الا لما يتكلم هو. ويا ترى تبقى مين بقى؟ خلاص بقى يا ماما، هي عجباه. انا عارفه جات لي من انهي نصيبه دي. ما هو انت السبب. انا ليه بقى يا اختي؟ مش انت اللي اسنانك وجعتك جابوها لك تعالجك؟ امر ربنا بقى اعترضي. ده كله من اللي تنشك دي سحابه سحبتها وجابتها لغايه عندنا هنا. طب الحق عليا، يعني كان لازم اسيبك عيانه؟ خلاص الكلام ده ما منوش فايده. اتاخروا يعني ما جوش لحد دلوقتي. احنا مش هنتعشى الليله ولا ايه؟ يا اخويا ومين له نفسه يتعشى في ليله غم زي دي؟ لا اله الا الله، انت مش كنت عايز ابنك يتجوز؟ خلاص اهو اتجوز، عايزه ايه تاني؟ جوازه عن جوازه تفرق يا اخويا. ايش جاب بطه بنت اخويا اللي لها اسمين دي؟ لا بقى يا ماما مالكيش حق. الله، عايزه تجيبي بطه زي امينه؟ هي اي نعم يعني دمها تقيل، بس اسمها برضو دكتوره وامريكانيه. عشان بنت اخويا انا غلبانه، وانت اصل ابوكي كان ايه من الاول؟ بقول ايه؟ هتعشوني ولا اخش اتخمد؟ يلا اقعد اتعشى يا بط. لا يا بابا ماليش نفس. سيب فاطمه في حالها يا ساي. هي لسه زعلانه؟ وهي من امتى يعني امها فرحت؟ دي مقهوره قهره سودا. ما هو انت السبب.
انت السبب يا فتحيه. يا ما قلت لك بلاش كلام في الموضوع ده، ما سمعتيش كلامي. انا السبب يا سيد يا كشري؟ ايوه انت اللي قعدت تزن على مخ البت وتعشميها. انا ما اتكلمتش في حاجه الا لما لقيت ميل من ناحيه اختك. اختي؟ اذا كان ابوه اللي كل الناس بتعمل له حساب مش قادر عليه، ده حتى ما استعناهوش وعزمه في كتب الكتاب. تعالى يا بصي ما تبقاش قماص، تعالى ما تتقمصش، تعالى يا بصي ما تتقمصش، هسميك سيد القماص. يا اخويا انا مش عارفه الواد ابن اختك ده قنط قوي كده ليه؟ قنط شامر مناخيره لفوق ليه؟ طالع لمين مش عارفه. لا ولا مكمنه يعني ولد على الاربع بنات متفرعن الفرعنه السودا دي. ده واد غريب قوي يا فتحيه، غريب. مش همه فلوس ابوه ابدا، ما طلبش قرش من ابوه في جوازه، زاهد في الدنيا خالص. بكره الخواجات يفتح عينيه ويسحب بالتلول اللي على قلبه. لا ما افتكرش، الحاج عبد الغفور ما يطلعش القرش الا بمزاجه، وكلمته لازم هي اللي تمشي. عايز تقول لي ان الجوازه دي جايه على هوا الحاج؟ هو ما قالش انه مش مبسوط. ما انت عارف جوز اختك ما يقولش يفضل كاتم في نفسه يروح امه لحد ما يطق. هو ملوش دعوه بالمواضيع دي، بيقول كل واحد حر في جوازه. واديكي شفتي لما بنته نوفه وافقت على خضير ما فتحش بقه. نعم يا الدلعادي، وهم كانوا يطولوا عريس زي ابنك خضير. اشمعنى بتقولي كده دلوقتي؟ يعني عشان خاطر بنت اختك؟ لا، عشان خاطر بنت الحاج عبد الغفور البرعي. عبد الغفور خردة. انما انا ابني بقى معاه شهاده، 1000 بنت تتمنى ضفر رجله. حد من ولاد اختك استحصل على شهاده زي اللي مع ابني؟ وهي الشهاده هي اللي جوزت ابنك؟ الشهاده والحبتين اللي انا عملتهم. والحبتين بتوعك دول ما نفعوش مع بنتك ليه؟ يعني تقدر تقول اسم ونصيب. ايوه ادي انت قلتيها، اسم ونصيب. يا ريت بقى تفضيها سيره وتفطمي بنتي. يا عيني على بختك الاسود يا فاطمه يا بنتي. يا وليه استهدي بالله وتعالي نامي، هتفضلي طول الليل رايحه جايه كده زي شوشيه الدوريه؟ في ايه؟ مش هطمن على ابني؟ يعني هو هيكون فين؟ ما هو مع عروسته. طب نام لو عايز تنام انت بقى. اهو جه. ايه رايحه فين؟ هطمن على الواد. طب اسمعي، مالكيش دعوه بالبنت، ما تنكديش عليها ليله فرحها. دي مهما كان وحدانيه وملهاش حد، يعني بلاش شغل الحموات. يا اخويا ما بنشوفش حاجه من الحنيه دي يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. انت جيت يا حبيبي؟ ايوه يا ماما. الحمد لله على السلامه يا حبيبي، الف مبروك. الله يسلمك. ايه ده؟ ايه بتجي في الارض؟ ما خليتش عوض يطلعها لك ليه؟ ماما انت مش هتقولي مبروك لأمينة؟ مبروك يا حبيبتي. ثانكس مام، متشكرة قوي. حبيبي لو احتجت اي حاجه كل الحاجات عندك والاكل في الاوضه، ما تتكسفش مني، ابقى صحيني، انا صاحيه اساسا، في اي وقت ابقى خبط عليا. حاضر يا ماما. في اي وقت ابقى خبط عليا يا حبيبي، انا مش هنام طول الليل، انا صاحيه للصبح. حاضر حضرتك بس اتفضلي. مام جود نايت. عيني يا حبيبتي، عايزه حاجه؟ جود نايت. لا يا ماما، دي بتقولك تصبحي على خير بقى. وانت من اهله. سيبي الهبابه دي، الله، ما قلت لك ظهرك يوجعك، ما تساعديه يا حبيبتي، ما هو جوزك يعني، ده انا يوم فرحي شلت عقده هدوم قد كده طلعتها على السلام. اتفضلي يا امينه.